تم كشف بوري أخيرا من جانب بليان، فكان يراقبه حتى صعد إلى برج الحمام واشتبك معه كما نرى. ويأتي هذا الرجل كي يخبر بليان بأن أنصار صلاح الدين الأيوبي قد استولوا على القلعة، وما زال بليان مع بوري في برج الحمام محاولا أن يقضي عليه. مسلسل في هذه الموقف أكثر من رائع. كان ينبغي أن يكون خروجه ودخوله البرج الحمام هذا بحرص كبير، ويجعل الرجل الذي أتوا به لتربية الحمام واستبدال الرسالات هو الذي يقوم بكل شيء، ولا يجعل بوري يذهب بنفسه أو صير محبوبته. وهنا هذه المرأة تتقابل مع غي ومع هذا زوجها. وهنا المرأة هذه اختلفت مع غي أخيرا وتريد جعل بليان هو الحاكم وليس زوج هذه المرأة بعد موت الحاكم الحالي الامبراطور الصغير إبلين، والذي معروف بأنه مريض بالجذام وسوف يقضى عليه عاجلا بإذن الله عز وجل. فهذه هي المواقف التي يجب أن نأخذ الفكرة عنها في هذا الموضوع. وهؤلاء القوات تدخل من هذا النفق عن طريق سيرة هذه محبوبة بوري، أدخلتهم النفق بعدما قضت على الحارس. وهنا كل هذا مرتب مع صلاح الدين ومع جنوده، ونراها هنا وهي تنزل إلى النفق وتفتح الباب بعد قتلها للحراس هؤلاء الخاصين بحراسة هذا المدخل، وتقول لمحاربيها تعجلوا ونعود إلى صلاح الدين وكيف جند بوري ليقوم بهذا التجسس على بليان. وهنا بليان قد اكتشفوا والسيوف عملت وموقف صعب. وهنا في بداية دخول بليان عليه وهو في برج الحمام. وهذه المشاهد والمظاهر من وصلاح الدين الأيوبي في الأسفل يغزو القلعة ويحتلها. وهنا هذا البليان يخبر مساعده بأنه يشك في بوري بأن من قتل معلمه هو الذي أخرج يوداس منه وهكذا. فيوداس هذا ما زال إبلين يحاول اكتشاف بوري هذا، وفعلا قد فطن إلى أنه يدخل برج الحمام ليرسل رسائل إلى صلاح الدين. هذه هي المواقف حتى الآن، وسوف نشاهد معكم صلاح الدين وهو يدخل بأعلامه ويرفع عليها العلم الشامي أو العلم العربي. هناك
يسقط هذا الصليب. فنتابع ونقرأ معا.